في الفيديو ده يا صاحبي هتشوف الشاب ده واسمه جاكوار وهو بيواجه جيش لوحده. مش هقولك بني آدمين، لأ، ده أقل ما يقال عنهم إنهم وحوش ما بيرحموش، تتار بيخلصوا على كل اللي قدامهم، الأخضر باليابس بالقالع باللابس. قتلوا كل قبيلته وكمان طردوه في الغابة يومين ورا بعض بدون توقف، واسمه جاكوار لأنه أسرع من حيوان الجاكور الحقيقي. وفي وسط كل ده اللي عملوا فيهم في الآخر كان حكاية. صلي على النبي كده في قلبك واعمل لايك واشترك في القناة ويلا ننطلق. وبيبدأ الفيلم معانا برجالة القبيلة وهم بيصطادوا حيوان التبير، ولأنه حيوان ضخم مش عارفين يمسكوه قرروا يوقعوه في الفخ بتاع جاكوار بطل الفيلم بتاعنا. والفخ ده عبارة عن إنهم يقفلوا عليه كل الطرق بحيث يجري في الطريق اللي فيه الفخ، وأول ما يوصل ويلمس الحبل بالشفا ويدخل جاكور ويقطع رقبته وكلهم بيكونوا فرحانين. وبيبدأ جاكور بفتح الحيوان وبيوزع الغنيمة، وكل واحد بياخد حتة من الحيوان، وبيجي عند مسلم وبيديله الخصيتين عشان هو ما بيخلفش، وبيقول له إنها مفيدة وإنه له 9 إخوات وأبوه أكلها في كل واحد فيهم. وبيبدأ الناصح ياكلها وطبعا طعمها مش حلو وكلهم بيضحكوا عليه لأن محدش فيهم جرب طعمها أصلا. وبيمسك في جاكور عشان يتخانق معاه، لكن أبوه زعيم القبيلة بيوقفهم وبياخده على جنب وبيقول له ركز معايا أنت تمام؟ فقال له آه بس ما بخلفش. فقال له هديك ورق السوانزو، وقال له خد بالك عشان ده غشيم ومفعوله جامد، وإن هو ده اللي خلاه يخلف ال10 عيال، وقال له إنه ما بيتاكلش وعرفه طريقة استخدامه. ومسلم شكره وقال له إنه خلاص هيرتاح من حماته اللي عمالة تزن عليه عشان عاوزة أحفاد، فقال له يا عيني يا ابني واداله كمان شوية. لكن يا اسطى وهم بيقطعوا الحيوان ظهر ناس من قبيلة تانية، وبدأ الأب يعرفهم بنفسه وإنه صاحب الغابة واصطاد فيها من بعد أبوه وابنه هيصطاد فيها من بعده. لكن الناس دي ما كانوش عاوزين حاجة غير إنهم يعدوا عشان يبدأوا حياة جديدة، وكان باين عليهم هربانين من حاجة. وجاكور حب يستفسر منهم ايه اللي حصل لقبيلتهم، لكن ابوه رفض وقال له ان الناس دي مريضة بالخوف وانت تعديت منهم، ونصحه وقال له يطرد الخوف ده من قلبه. وبيوصلوا ومسلم بيلاقي حماته في وشه بتهزقه وبتقول له انت زي الطور على الفاضي، والكل بيضحك عليهم. وقالت له ادخل وما تطلعش الا وانت معاك عيل، ويا ريت لو بقوا 2 يبقى احسن. وجاكور شاف ابنه فشاله ولعب معاه ودخل لمراته واللي كانت حامل ومستنيين طفل جاي في الطريق. المهم بقى مسلم بعد ما استعمل الوصفة واللي كانت عبارة عن شطة طبعا ما استحملهاش وطلع يجري زي المجنون عشان يطفي الحريقة، وزعيم القبيلة مش قادر من كتر الضحك، والقبيلة كلها ضحكت عليهم. وبيجي الليل وبيقعدوا يسمعوا من حكيم القبيلة قصة قبل النوم، وكانت خلاصتها إن الإنسان مهما كان معاه القوة والسلطة مش هيعرف يعمل بيهم حاجة، وإنه لازم يكون واثق من نفسه ومن قدراته. وبيقوموا يرقصوا وبعد كده بيناموا، لكنهم ما يعرفوش إن دي الرقصة الأخير، لأن والنهار بيشقشق جاكوار بيحلم بالراجل اللي شافه امبارح وهو ماسك قلبه في إيده وبيقول له اهرب. وبيصحى جاكوار مفزوع وبيتسلل للقبيلة جماعة من مملكة المايا، ولما بيشوفهم جاكوار بياخد مراته وابنه عشان يهربهم وبيربطهم بحبل وينزلهم في بير عشان يخبيهم، وقال لهم لازم أساعد بقية القبيلة وإنه هيرجع لهم بسرعة. والجماعة دي بدأت تحرق بيوتهم وتاخد منهم أسرى، واللي كان بيقاوم كانوا بيقتلوه لحد ما رجع جاكور وبيحاول ينقذ أبوه، لكنهم مسكوه وكتفوه وقتلوا أبوه قدام عينه، وكان آخر كلمة قالها له ما تخافش. ولما فاق لقى نفسه مربوط هو وكل اللي اتبقى من قبيلته، وواحد منهم شافه وهو بيبص للبير وراح هناك ورمى حجر كبير في البير عشان يتأكد إنه مفيش حد، وراح قاطع الحبل ومشي. وجاكور اتأكد إنهم لسه عايشين لما شاف الحبل بيتسحب، وخدوا الأسرى كلهم وسابوا الأطفال. وجاكور شاف الراجل اللي حلم بيه متاخد أسير هو كمان، وهم في الطريق كان مربوط في مجموعة جاكور واحد عنده جرح كبير في بطنه وبسببه كانوا هيقعوا من على الجبل، لكن قدروا يسحبوه. وبعد كده المسؤول عن المجموعة دي فكه ورماه من فوق، وزعيم الجماعة شافه وحذره وقال له ما تمشيش بمزاجك تاني. وبيجي الليل وزعيم الجماعة بيكلم ابنه وبيقول له إن اليوم قدر يثبت نفسه وإنه يستحق إن يبقى معاهم، واداله خنجر هدية. وهما في الطريق قابلوا بنت كانت بتعيط على مامتها الميتة لكنها مصابة بمرض معدي، والكل كان بيبعدها عنهم عشان ما يتعدوش. لكن لما شافت جاكور نظراتها اتغيرت وقالت لهم عاوزين تعرفوا هتموتوا ازاي؟ لما النهار يبقى ليل احذروا من الراجل اللي هيجيب لكم الفهد وهيتولد جديد من الطين والأرض. وقالت لهم كمان إن هو موجود معاكم دلوقتي، وسابوها ومشوا.
ووصلوا المكان كله عبارة عن عبيد بتشتغل وناس بتبص لهم وبتشاور عليهم أكنهم هم اللي هينقذوهم أو هم الخلاص بتاعهم. وبيعدوا من مكان كده فيه ناس بتقرأ عليهم تعويذة وبيدهنوهم لون أزرق. وفي نفس الوقت الستات الأسرى بتوعهم بيتباعوا في سوق العبيد، وكلهم اتباعوا ما عدا حماة مسلم، وقالوا لها إنها عجوزة وما منهاش فايدة، وشكلها زعلت إنها ما اتباعتش. وبيعدوا من ممر بيشوفوا فيه رسومات لناس لونهم أزرق ومربوطين زيهم وبيتصلبوا في مكان وبيتقطع رؤوسهم. وبيطلعوا من الممر ده على مكان واسع فيه ناس كتيرة جدا، وفي مبنى عالي له سلم بيترمي من عليه الناس اللي بتتذبح. وبيطلعوا فوق وبيلاقوا شوية مشعوذين وزعيم المملكة ومراته وعياله. والمشعوذ بيقول إن المملكة في حالة ضعف بسبب ذنوبهم، وإنهم لازم يكفروا عن ذنوبهم بإنهم يضحوا بالناس دي. وبيبدأ بأول واحد وبيقتله وبيمسك قلبه في إيده، وبعد كده بيقطع الراس ويرميها من على السلم، وفي الآخر بيرمي بقية الجسم. ونفس الكلام يحصل للي بعده واللي بعده لحد ما بيجي الدور على جاكور. لكن كان كل تفكيره في مراته وابنه اللي محبوسين في البير. وصاحبه بيقول له خلاص هتموت يا صاحبي، قال له لا مش دلوقتي. وبينيموه لسه هيقتله، لكن بيحصل خسوف للشمس والدنيا بتضلم في النهار، والشعب بيخاف. لكن المشعوذ بيقول ان الاله كده شبع من الدم وان هو كده راضي عليهم. وزعيم الجماعه بيقول له اعمل ايه في الاسرى الباقيين، فبيقول له خلص عليهم. وخدوهم لساحة أو ملعب وجابوا الأسلحة بتاعتهم، والزعيم خلى ابنه في نهاية الملعب عشان اللي يقع يخلص عليه. وفكوا إيديهم وقالوا لهم اجروا، ولو وصلوا للنهاية الغابة بتاعتهم بعد الملعب ده يقدروا يهربوا ليها ويبقوا أحرار. وأول اتنين فشلوا وتم صيدهم بنجاح واتقتلوا. وجه دور جاكور، والراجل ده كان حاطه في دماغه وقال له اجري، وبدأ يجري زجزاج هو واللي معاه عشان يبقى صعب يصطادوهم. لكن اللي معاه مات للأسف. والزعيم رمى سهم جه في جنب جاكور، وابن الزعيم جه عشان يخلص عليه، لكن صاحبه كان لسه عايش وقال له اهرب بسرعة. وهنا جاكور كسر السهم وضرب ابن الزعيم في رقبته وقام وجري. والزعيم شخصنها على الآخر وخد الخنجر اللي كان في ايد ابنه وخد الرجالة اللي معاه وبدأوا يجروا ورا جاكور في الغابة. لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل عشان الكلام اللي جاي على وجع قلب. وبدأت المطاردة، وبسم الله الرحمن الرحيم بيجري لقى نفسه في مكان مليان جثث، وده المكان اللي بيتخلصوا فيه من الجثث اللي بيقتلوها. وبعد المكان ده كان فيه الغابة بتاعته، فدخل فيها وهم وراه، ولقى شجرة فقرر يطلع عليها ويرتاح شوية عشان جرحه كان بينزف جامد. وهما بيعدوا من تحته نقطة دم وقعت على ظهر واحد منهم وهو بيجري. ولما بدأ يحس انه خلاص في امان بيبص وراه لقى فهد صغير. بس ده ما كانش مشكلة بالنسبة له، لكن المشكلة الحقيقية كانت الفهد الكبير. في نفس الوقت العصابة دي عرفت إن هو مستخبي فوق الأشجار، فالزعيم قال لهم اتفرقوا وعيونكم تبقى لفوق. ومشهد مش هتشوفه كتير، ظهر جاكور بيجري والفهد بيجري وراه، والعصابة شافته فجريوا هم كمان وراه من غير ما يعرفوا إن في فهد. وأول ما وصلوا ليه طريق سلامتك. وواحد منهم قال إن النبوءة كده ظهرت، شفنا النهار بقى ليل وشفناه وهو بيجري مع الفهد. وبدأوا يخافوا، لكن الزعيم قال لهم انسوا الكلام ده، هو بيجري عشان خايف، ولما همسكه وهخليه يشوفني وانا بلبسه. وجاكور بدأ يعالج جرحه من الشجر وفضل يجري لحد الليل، لكن هم برضه لسه بيجروا وراه. وفي الناحية التانية مراته وابنه في البير، وكان في قردين كانوا بيتخانقوا فوق البير، وواحد منهم وقع في البير لكن مراته قدرت انها تقتله. وطلع النهار وواحد من العصابة وهو بيشوف اثر جاكور لدغته حية وكان هيموت بالبطيء، فصاحبه قال له اقطع عروقك عشان تموت بسرعة وترتاح. واخيرا وصلوا ليه وقربوا منه جدا، لكن هو فضل يجري لحد ما وصل للشلال وخد القرار ونط من فوق. والزعيم افتكره مات لكنه خرج من المية واتكلم معاهم وقال لهم انه اسمه مخلب الفهد، وان دي الغابة بتاعته اصطاد فيها مع ابوه، وولاده هيصطادوا فيها من بعده. وقال لهم جاي معاكم بايه، تعالوا يلا بينا. والزعيم قال له والله ما انا مزعلك، وقال لهم هننط كلنا واحد واحد. وواحد منهم حب يتفزلك فقتله، وفعلا نطوا واحد ورا التاني، ومنهم واحد نزل زرع بصل بدماغه في الصخرة فمات. وجاكور وهو بيجري وقع في بركة كلها طين لكنه قدر يطلع منها، زي ما نقول كده اتولد من الطين والأرض. ووقف وبدأ يشجع نفسه ويطرد الخوف من قلبه، وجاب لهم عش دبابير ورماه عليهم وخلاهم يعانوا شوية. وفي الوقت ده مراته كانت بتحاول تطلع من البير وابنها بيساعدها في كده. وجاكور بدأ يخطط لهم وجاب ضفدعة سامة وشوك وعمل منهم سلاح وبقى هو اللي مستنيهم. وفي الناحية التانية مراته فشلت إنها تطلع ووقعت، بس ربنا يستر على اللي في بطنها. وجاكور رمى الشوك بتاعه ووقع واحد منهم،
والتاني شافه، لكن جاكور عمل له خرم في دماغه وقتله. والدنيا مطرت والبير هيتملي ومراته شكلها هتولد، وجاكور بيجري ووراه الزعيم، ووصل أخيرا للبير ومراته بتقول له الحقنا بسرعة لأنها خلاص بتولد. وبيقدر الزعيم إنه يصيبه بسهم في صدره، وبتبتدي المواجهة بينهم، والزعيم بيطلع خنجر ابنه وبيجري عليه، لكن جاكور واقف وواثق من نفسه لحد ما الزعيم وقع في الفخ ولمس الحبل وبعدها مات. لكن لسه فاضل 2 بيجروا وراه، ومراته بتعاني ولو ما لحقهمش هيغرقوا في البير، وخلاص خدت القرار انها تساعد نفسها عشان تولد، وفعلا ولدت في الميه. ولما وصل جاكور على الشاطئ واتقطع نفسه لقوا سفن موجوده، وده معناه حياه جديده لبلاد جديده يقدروا يسافروا لها في اي وقت. لكن جاكور كان المهم بالنسبه له مراته وولاده، واخيرا وصل لهم. وبعد ما بقوا في امان مراته بتقول له مش هنروح معاهم، قال لها لا، لازم نرجع للغابة عشان نبدأ حياة جديدة. وبس يا صاحبي، لو وصلت لحد هنا فانت حبيبي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشجعني اني استمر، واشوفك الفيديو الجاي مع فيلم جديد، وسلام.